عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة بعد المكسب الحمد لله. وبغض النظر والله أنا فاهم إن الناس يعني مشغولة في كأس العالم، وكأس العالم ماتشات أحسن والدنيا وكده، بس أنا الحقيقة برضو اتشديت لماتش الزمالك كالعادة يعني، وحتى ما عرفتش أحول غير بين الشوطين شوية يعني. هو الواحد بيشجع كورة عشان الزمالك، أنا بالنسبة لي يعني فالموضوع بيبقى فارق قوي لو الزمالك بيلعب يعني. كسبنا وعدينا الحمد لله السيمي فاينال يعني. قبل بس ما اخش في تفاصيل الماتش والكلام عليها يعني، حابب بس اتكلم على احنا بنلعب فين يعني. احنا بنلعب في كاس مصر بتاع السنه اللي فاتت، اللي قرعته اتعملت ان الزمالك كان في سكته في دور ال 16 الاسماعيلي، وفي دور الثمانيه المصري، وفي دور قبل النهائي بيراميدز، في حين ان الاهلي تقريبا هيلاعب المقاولين لسه، اللي هي كانت مهدده بالهبوط. او يعني قرعه الاهلي ما كانش كل الفرق دي اتحطت في ناحيه والاهلي اتحطت في ناحيه. طبعا هي معروفه ليه واتعملت ليه كده يعني، عشان هم كانوا خسرانين الكاس اللي قبله وكانوا في سكتهم يخسروا الدوري، وكانوا خاسرين الدوري اللي بعده، فكانت يعني كان في تعويض للاهلي بالكاس ده من اول يوم يعني. فهو القرعه موضوعها باين يعني. فده كان ماتش المصري اللي احنا هنلعبه تاني في الدوري يعني في كاس الفرق. التحكيم طبعا فضحة الجون اللي اتلغى. الجون امام متغطي، حسام عبد المجيد متغطي باثنين لعيبه، والحكم اصلا يعني الموضوع ليه شقين. الكره وهي طالعه من رجل رؤى مستحيل يبقى حسام عبد المجيد اوف سايد، وطالعه من رجل حسام امام كان متغطي، وامام اصلا مش في مسار الكره خالص يعني الكره دخلت في حته وامام بره فريم الجون اصلا. يعني الموضوع حتى ما عدتش قريب من رجل امام مثلا عشان الموضوع يبقى. وفي فار يعني. هو الحكم عبد العزيز السيد ده كان عامل فضيحه قبل كده في ماتش اسوان، ما حسبش بينالتي لامام عاشور، واحمد الغندور ده يعني اهلاوي متعصب. ف غير بقى كمان ايه يعني، في لقطه في الشوط الاولاني الكره اتلعبت 1 2 بين عمر جابر وحمزه المسلوسي عند الكورنر كده في اخر الشوط ما يخلص على طول، والمسلوسي عدى من حسين السيد وكان رايح، وكانت هجمه واحده وحسين دخل قصه. الكره دي انذار 100%، وحسين السيد كان بيضرب طول الماتش يعني كان ممكن يطرد. غير طبعا الباك وورد العظيم اللي عمله مروان اللي جه في وش حسام عبد المجيد دي، اللي هي كان ساسي اتطرد فيها في ماتش المحله، ما خدش حتى فيها انذار. هي تقريبا ساسي في ماتش المحله كانت انذار تاني يعني، خد انذار بس على الاقل كان ياخد انذار، لان كان على الاقل هيحجمه، لان فرقه المصري على اخر الشوط الثاني يعني كلها خدت انذارات، فوارد لعبه من دول لو كان فيها انذار كانوا كملوا 10 والماتش كان يخلص يعني. بس يعني هو احنا بس بنحط الحاجات دي كبوينتس بس عشان ايه نبقى عارفين. انا الصراحه شفت كل السيناريوهات السيئه بعد الجول ما اتلغى، لان عاده الظلم البين قوي ده يعني بتبقى نتيجته علينا سيئه يعني. في كوره كمان اللي هي زيزو اتضرب فيها من تقريبا، اللي هي كانت هجمه برده واعده واتضرب فيها والحكم ادى انذار، بس لعيبه المصري بقى كانت بتضرب بشكل غريب جدا، والحكم كان مسيطر على انفعالاته جدا في الانذارات، كانت ايده تقيله يعني، رغم انه معانا احنا كانت ايده خفيفه في الانذارات يعني. دي اجواء الماتش يعني، ما تقدرش تشوف القرعه والتحكيم في الماتش غير في مكان واحد. المفروض الزمالك يخرج يعني، انا مش شايفها الا كده الحقيقه يعني. نتكلم في الماتش. احنا لعبنا بال3 5 2 او ال5 3 2 على حسب الوضع هجومي او دفاعي يعني، زي ما البروف مقرر يلعبها. هو الجديد ان اللعيبه امبارح الطريقه اتغيرت لغياب فتوح. حسام عبد المجيد لعب شمال، وكان قدامه بيلعب نيمار، والزناري خد القلب، واللي واضح على الزناري انه خاسس يعني، وزنه اقل بكتير من قبل التوقف، وده شيء كويس. هو مش الزناري بس الحقيقه، هو زيزو نفسه امبارح غير زيزو قبل التوقف، وحتى حسام عبد المجيد فارق جدا، نيمار فارق جدا. اللعيبه باين ان في مستوياتها، حتى عواد المسلوسي، عواد باستثناء الكره الوحيده اللي ما طلعش فيها في الكورنر وهو شالها، عواد كان كويس ولحق الماتش في التصدي اللي عمله لمروان بدري يعني. في ظاهره كمان مع حسام عبد المجيد، بمناسبه حسام عبد المجيد، ان هو بقى بيتزق وبيتضرب في كل الكور الثابته زي ما حصل في ماتش انبي وزي ما حصل امبارح، واللعيبه لازم تقف وتقول يعني، ما ينفعش يتزق، ما ينفعش حسام يتزق في كل كوره علينا او علينا علشان ما ياخدش العرضيه، لان هو اطول وبيبقى الجامب بتاعه اعلى، فلعيبه الفرق الثانيه بتستسهل انها تضربه. فدي بقت ظاهره، فلازم لعيبه الزمالك تتكلم فيها، يا جماعه حسام بيتزق، ولازم حسام يبينها للحكام، ولازم الناس تاخد عليها انذارات، ولازم الكورنر يتوقف لو هيتزق ويتساب يلعب، لان مش معقوله ان مثلا امكانيه عندنا ان في عندنا باك طويل وبيطلع ياخد العرضيه، فالباك ده هيتزق في كل كوره يعني. ما فيش منطق لكده. وحكام مصر لو هتطنش المفروض لعيبه الزمالك ما تطنش يعني.
لازم حسام نفسه يوريها للحكم انا اتزقيت، انا اتضربت، لانها تسببت في جون الماتش اللي فات وكانت هتتسبب في جون امبارح. نرجع تاني لموضوع اللي حصل في فتره التوقف. واضح ان اللعيبه كلها جاهزه، اجهز بكتير من قبل التوقف. اللعيبه وزنها كويس، زيزو كان كويس. انا عارف ان الناس غاضبه على اوباما، بس اوباما قبل التوقف ما كانش بيباصي لزمايله حتى. يعني امبارح في كذا كوره طلع من ال 18 وبصل لزمايله، منها البري اسيست اللي قبل الجول. مش بقول ان هو اساسي او ينفع فيرود اساسي في الزمالك، بس في النهايه ده مؤكد ان كان في حاجه اتعملت فتره التوقف، وده يمكن سبب غضب الناس على سيمسون انه ما رجعش. ان هو لو كان في امكانيه يخش من الفرقه كان لازم يخش في الفتره دي. في حاجه بتتعمل، يعني هو المصري تقريبا ما هددش غير في الكوره اللي شاطها مروان بدري، وبعد كده في الكور الثابته اللي يعني عمر جابر كان بيهادي بيها. عمر جابر عمل فاولات كتير جدا، وبعدين انت برضو بتنقي تعمل الفاول على مين؟ يعني بتعمل الفاول على لعيب خط وسط مدافع ما عندوش اي امكانيات هجوميه جنب الخط، يعني ما هي اخطر، سيبه يعني، سيبه هيبصيها لورا يعني. رغم الغيابات الكتيره جدا، ورغم غياب البروف شخصيا لظروف وفاه ابنه يعني او ابن مراته، الى ان الفرقه كان شكلها كويس، واللعيبه كان حتى التغييرات تقلنا عليها لان اللعيبه كان شكلها معقول. يعني كنا بننقل كوره كتير، حتى لما تقدمنا كنا عارفين نجيد فكره المرتدات، ان احنا بنلعب ورا ظهر الباكات. يعني في كوره اللي هي زيزو عدى فيها، اللي هي اتعملت 1 2 بين زيزو وامام، كان تقريبا كانت كوره عرضيه للمصري طلعها حمزه واتلعبت مرتده بسرعه جدا. امام اتعملت زيزو جري بيها وعمل 1 2 مع امام ورايح، كان هينفرد تقريبا. فواضح ان في شغل اتعمل في فتره التوقف لاستغلال وجود ان احنا عندنا لعيبه نص كتير. في نقطه عايز اتكلم فيها بالنسبه لعمرو السيسي. حتى لو اتعمل عليك فاولات او انت عملت فاولات ده مكانك عادي، يعني مش كل ما هيتعمل فاول هتتخانق. يعني امبارح هو لبس انذار من الهوا ليه؟ عشان كان بيتخانق. ما تتخانقش يا عمرو، انت بتلعب في الزمالك مش طالع الجيش. انذارك ده ممكن ندفع ثمنه الماتش الجاي او اللي بعده. يعني شويه الانفعالات تهدى، وما ينفعش حتى الفاول اللي هو اتخانق عليه ده هو اللي كان واقف فوق الواد، فالواد زق رجله فهو غضبان ان الواد زق رجله. لا يا عمرو ما ينفعش، يعني ما ينفعش باي شكل من الاشكال تاخد انذار بالشكل ده. نقله نيمار للشمال ورجوع عمر ناحيه اليمين، اعتقد عمر كدوره كمؤدي يبقى في المكان اللي هو بيعرف يعمله. نيمار وجوده في المكان ده اداله امكانيه اكتر بوجود حسام وراه، ان هو عرف يتقدم وعرف يحاول على الجول. ودي نقطه برده مهمه قوي لنيمار، اللي هي ايه؟ ان فكره ان نيمار نفسه طول الوقت اللعيبه متخيله ان هو هيرقص، فكون ان هو عنده اوبشن انه يشوط اللي بيشوط، ممكن لعيب يتهيأ له ان نيمار هيشوط يروح معدي منه. انت بتفتح لنفسك اوبشن اضافي. فوجود نيمار في المكان ده رغم ان غياب فتوح يعني، بس انا امبارح حسيت ان الولد كان عامل جيم هايل، يعني كان كويس فعلا يعني. ما اعتقدش ان الماتش كان صعب علينا، الحمد لله كسبنا وعدينا. بعيدا عن فضيحه الحكم دي، احنا كنا ممكن نبقى كسبانين 2-0 الشوط الاولاني اصلا. فانا شايف ان الحمد لله الدنيا احسن، والامور طالما البروف موجود وبيصلح من اوضاعه ومعاه الجهاز بتاعه والناس شغاله، ففي الفرص لينا للبقاء في المنافسه والبقاء ان احنا بنكسب اكبر بكتير زي ما قلنا قبل التوقف يعني. بتمنى ان شاء الله باذن الله مكسب الماتش الجاي برضو ان شاء الله، يعني خصوصا ان احنا يعني ابتدينا نخش شويه في فورمه الفرقه اللي هي ما بيفرقش معاها غياب اي حد، اللي هي المرحله اللي كان وصل لها البروف قبل نهايه الموسم. يعني احنا اشتكينا من الغيابات اول السنه، اول مره ما كناش بنشتكي اخر 10 ماتشات في الدوري قبلها يعني. شكرا ليكم، ودي كانت حلقتنا النهارده.